السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في ليكتشر 5 في الفارماسيوتيكال كالكوليشن. بعتذر طبعا عن الانقطاع فترة طويلة جدا، بس كانت بسبب ضغوطات العمل وظروف خاصة يعني. إن شاء الله نرجع نكمل الكورس على خير بإذن الله. عشان ما اطولش عليكم، احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على المتريك سيستم او الانترناشونال سيستم اوف يونت، وعرفنا ازاي احنا بنستخدمه في التحويلات من جرام لملي جرام لكيلو جرام، متر لكيلومتر لسنتيمتر مليمتر and so on. النهارده ان شاء الله في تو سيستمز جداد هنتعرف عليهم، هم الافوار دو بوا سيستم والابوثيكري سيستم، ونعرف ازاي احنا بنعمل الكونفرجن ما بين التو سيستمز دول وبعضهم وبين المتريك سيستم. يلا بينا نبدا الليكشر مع بعض. انا دكتور ايهاب الزيات، واهلا بيكم على قناه ذا فارماسي. طبعا انا كنت شغال بسيت اب اللي هو اللايت بورد، كنت بستخدمها اللي هي اللوحه الشفافه واللي عليها اللايت من حواليها وكده، وبكتب عليها بالقلم الفسفوري او كده. بس الحقيقه كانت مرهقه جدا بالنسبه لي، لان هي بتاخد مثلا الحلقه نص ساعه، اكشولي بتبقى التصوير بتاعها ياخد ساعتين او اكتر، فما بين بقى المسح وتنظيف اللايت بورد وكده، فبتبقى بصراحه مرهقه جدا. فعملت سيت اب جديد هيبقى اسهل ومور كونفينينت، واقدر ان انا اسجل حلقه بشكل اسهل. بستخدم اللابتوب وبصور على السكرين اللي بيحصل، والكتابه اللي انا بعملها انا بكتب طبعا على دروينج باد، وكل اللي بكتبه بيطلع على السكرين. في نفس الوقت برضو الكاميرا بتصورني وبدخل الصورتين مع بعض، يبقى برضو في نوع من الانتر اكشن وكده، مش مجرد انك شايف شاشه بيتكتب عليها. فبالتالي الطريقه دي ان شاء الله هتكون اسهل ونقدر نستمر بيها باذن الله. طيب نبدا في الليكشر. النهارده احنا بنتكلم على قلنا الانترناشونال سيستم اوف يونت، ده الاوفيشال سيستم اللي احنا بنعتمد عليه في قياس الويت او قياس الفوليومز او كده. لكن في حاجه تانية اسمها الابوثيكري سيستم. الابوثيكري سيستم ده له استخدام هو هيستوريكال، لكن ممكن يظهر في بعض البريسكريبشن الاقي حاجات جايه لي مكتوبه بالابوثيكري سيستم، فلازم يكون عندي فكره هو بيعبر عن الويت او الفوليوم ازاي. انا عندي الافوار تبوا سيستم ده معني بقياس الوزن فقط، يعني الابوثيكري سيستم بيقيس الوزن وبيقيس الفوليوم، لكن الافوار تبوا انا بس بستم هنا بقياس الوزن فقط، او بعبر عن قياس الويت. وده اللي يستخدم في الحاجات التجاريه او الكوميرشال، يعني مستخدم بكثره في اليو اس. ان انا بعبر عن الويت بالباوند او الاونس، دي كام باوند كام اونس او كده. وهنعرف دلوقتي ايه التحويلات ما بينهم بتتم ازاي. طيب نيجي اول حاجه هنا هنتكلم على الابوثيكري سيستم. فادي الابوثيكري سيستم، دي التسميه بتاعته. زي ما احنا قلنا هنا انا مهتم بقياس حاجتين مهمين جدا. انا بقيس هنا الفوليوم او الويت. طيب تعالوا كده نمشي مثلا في حاجه زي الفوليوم، وانا بقيس الفوليوم ايه هي اكبر وحده انا ممكن استخدمها في الابوثيكري سيستم. فانا عندي هنا مثلا ال1 جالون. ال1 جالون اللي هو الجالون بيساوي ايه؟ الجالون بيساوي حاجه اسمها 4 كوارت. طبعا احنا هناخد بس المسميات دي ايه هي، وبعدين ناخد التحويلات بقى من الحاجات ديت للايه الانترناشونال سيستم اوف يونت. الكوارت دوت، لو انا جيت خدت ال1 كوارت بيساوي قد ايه؟ كوارت انا عندي بيساوي 2 بنت او بنس. طيب ال1 بنت بتساوي ايه؟ بتساوي 16 فلويد اونس. فلويد اونس. طيب عشان بس الاختصارات دي، يعني نعرف اختصار الحاجات دي ايه لما اكتب فلويد اونس، لان هلاقيها كتير في البروبلمز او كالكوليشن وانا شغال. ايه هي كلمه فلويد اونس او الاختصار بتاعها ايه؟ خليني على جنب كده. لو انا بتكلم على الابوثيكري سيستم، فانا عندي حاجه اسمها الدراخم. الدراخم دي برمز لها بالرمز زي كده. لو انا بتكلم على اونس، الاونس تبقى دبل زي كده، يعني 2 زي، او زي السنه اللي فوق بتاعت حرف الزد ديت بتبقى متكرره مرتين. فدي كده الايه، يبقى دي الدراخم، وديت اونس. دي في قياس طبعا الايه، الوزن. تمام. يبقى انا بستخدم الدراخم في قياس الوزن، او الاونس في قياس الوزن بالنسبه للابوثيكري سيستم. طب لو انا بستخدم في الفوليوم، بحط جنبيهم كلمه فلويد، فلويد دراخم او فلويد اونس. ففلويد بحط حرف الاف هنا، يبقى دي فلويد دراخم،
وديت فلويد اونس. نرجع هنا، فال 16 فلويد اونس دي ممكن ارمز ليهم اف دبل زي. تمام. طيب ال 1 فلويد اونس اف دبل زي ديت بتساوي ايه؟ بتساوي 8 فلويد ضخم. فلويد ضخم. طيب الفلويد ضخم اللي هي اف 1 زي. تمام، حلو قوي. بقول بقى ال 1 فلويد ضخم اللي هي اف زي بتساوي 60 مينيم. دي اصغر وحده. المينيم دي بقى بتساوي بقدر ان أنا احولها لملي لتر. يبقى انا عشان احضر او ان انا احول من 1 جالون لملي لتر، فانا يعني اما ان انا اعرف التحويله دايركت بتساوي كام، يا اما اقول ال 1 جالون بضربه في 4 عشان يحول لي كوارت، اضربه في 2 يحوله لبنت، اضربه في 16 يحوله فلويد اونس، اضربه في 8 يحوله فلويد رخ، اضربه في 60 يحوله المينيم. المينيم بضربه في رقم او فاكتور عشان احوله لملي لتر. يبقى دي التحويلات من الفوليوم اهي بينها وبين بعضها في الابوثيكري سيستم، والتحويلات من الابوثيكري سيستم عشان احوله للايه، للمتريك سيستم. طيب انا عندي في الابوثيكري سيستم بالنسبه للويت انا عندي برضو بعبر عنه بالباوند او الاونس. عندي باوند، ونفس الكلام برضو في الافوار دي بوا انا عندي باوند او اونس. طيب الباوند هنا بيساوي قد ايه؟ بيساوي 12 اونسز. احنا قلنا الاونس هنا بنرمز لها بالرمز ايه بقى؟ اللي هي دبل زي. طيب والباوند بنرمز لها بالرمز ال بي. اوكي، يبقى دي ال1 باوند. انا عندي هنا برضو ال1 اونس بتساوي قد ايه بقى؟ ال1 اونس بتساوي 8 دراخم. طيب ال1 دراخم بيساوي ايه؟ ال1 دراخم بيساوي حاجه اسمها سكرابل، 3 سكرابلز. طيب ال1 سكرابل بتساوي 20 جرينز. يبقى اصغر وحده عندي هنا في قياس الويت هو الجرينز. طيب الجرينز دي لو انا عايز احولها للمتريك سيستم، فانا عندي الجرين دي ممكن احولها الى ملي جرام او جرام. يبقى نفس الكلام، لو انا عايز اوصل من 1 باوند ده مثلا بيساوي كام بالجرام او الملي جرام، اما ان انا اعرف الكونفرشن فاكتور دايركتلي ان انا احوله الملي جرام او جرام، او ان انا اقول ال1 باوند اضربها في 12 عشان احولها لاونس، اضربها في 8 احولها لدرهم، اضربها في 3 احولها لسكرابلز، في 20 احولها لجرينز، اضربها في الفاكتور اللي يوصلها الملي جرام او يوصلها لجرام. حلو جدا. يبقى ده كان فيما يخص الايه، الابوثيكري سيستم. طيب تعالوا نتكلم على الافوار دي بوا سيستم. الافوار دي بوا انا ما عنديش بقى كل الكلام دوت، يعني ما عنديش الايه، الجالون والكوارت والبنت والفلويد اونس وكل الكلام ده، ولا الويت عندي برضو كل الحاجات ديت. انا عندي بس حاجتين اتنين فقط، هما الايه الباوند والاونس. بس الباوند والاونس في الافوار دي بوا يختلفوا عن الابوثيكري سيستم، يعني مش هما نفس الايه، لا دي بتساوي حاجات مختلفه. في النهايه لو انا بوصلهم لجرينز، فعدد الجرينز هنا بيختلف عن عدد الجرينز في الافوار دي بوا سيستم. يعني تعالوا نشوفه مع بعض عشان يتضح الموضوع اكتر. لو انا بتكلم على ادي الافوار دي بوا سيستم، افوار دي بوا سيستم، انا بقول ان ال1 باوند هنا مش بتساوي بقى 12 اونسز زي ما كان في الابوثيكري سيستم، لا ال1 باوند هنا بتساوي 16 اونسز. طيب ال1 اونس بتساوي قد ايه؟ ال1 اونس بتساوي 437.5 جرينز. معلش انا طول ما انا شغال عمال تجيلي نوتيفيكيشنز وايميلز، فجاست اجنور ات يعني. طيب يبقى انا عندي ال1 باوند بيساوي 16 اونسز، وال1 اونس بتساوي 437.5 جرينز. هنا هو ما حولش لدراخم او لسكرابلز، هو حول دايركت لجرينز، لان هنا في الافوار دي بوا هو مش مهتم بالسكرابلز
او الدراخمز، او هو مش عنده الوحدات ديت، هو عنده باوند يحوله الاونس يحوله لجرينز. طيب تعالوا نشوف في نقارن الكلام دوت بالابوثيكاري سيستم. احنا قلنا ادي الابوثيكاري سيستمز. هو بيقول بقى ال1 باوند زي ما احنا قلنا بيساوي ايه؟ بيساوي 12 اونسز. اوكي، وال1 اونس بتساوي كام بقى جرين؟ بتساوي 480 جرين. تمام، يبقى انا هنا عندي ده الفرق الاساسي. الباوند هنا بيساوي 16 اونسز، اللي هو لما ترجمه للجرينز بيساوي 437 ونص، لكن هنا بيساوي 12 اونسز، وال 12 ديت بضربها او بعملها في تحويل عشان احولها للجرينز، فبتطلع 480 جرينز، او اللي هي ال1 اونس يعني بتساوي 480 جرينز. طيب لو انا عايز اعرف ال1 باوند هنا بيساوي كام جرين من في الافوار تيبوا سيستم، بيساوي 7000 جرينز. ليه؟ لان انا عندي هنا ال1 باوند بيساوي 16 اونس، وال1 اونس بيساوي 437.5 جرين. فلو انا عايز احول من الباوند للجرين يبقى بضرب 16 في 437.5 هيطلع لي 7000 جرينز. بينما هنا ال1 باوند ده بيساوي كام؟ بيساوي بضرب 12 في 480 هيديني 5760 جرين. يبقى انا هنا عندي عدد الجرينز التوتال ما بين الافوار تيبوا سيستم لل1 باوند. بتكلم طبعا ال1 باوند العدد التوتال بيختلف، هنا 7000 وهنا 5760. طبعا ده بالتالي هيختلف لما انا اجي احول لايه، احول ال 7000 جرينز ديت عايز احولها مثلا لملي جرام، او خلينا مثلا احولها لجرام. انا عندي ال1 جرين بتساوي قد ايه؟ بتساوي 65 ملي جرام، او بتساوي 0.065 جرام. تمام، فلو انا عايز احولها لجرام يبقى هضرب الرقم ده في جرام 0.065 جرام، وهنا برضو عايز احوله لجرام فهضرب فيه 0.065 جرام. يبقى العدد اللي هيطلع لي هنا او هنا هو ده تحويل ال1 باوند من الافوار تيبوا سيستم الى المتريك سيستم بالجرامز، او ال1 باوند من الابوثيكاري سيستم للمتريك سيستم برضو بالجرامز. تمام، هنا مثلا الافوار تيبوا سيستم هتطلع بتساوي كام في النهايه؟ بتساوي 454 جرامز، وهنا هتطلع بتساوي 373 جرامز. طيب خلينا نبص مع بعض في الجدول اللي قدامنا دوت. الجدول دوت انا بشوف فيه التحويلات بتتم ازاي ما بين الوحدات المختلفه، سواء من الابوثيكاري سيستم للمتريك سيستم او من الافوار تيبوا سيستم للمتريك سيستم. فانا عندي مثلا ال1 ملليلتر بيساوي كام من المينيم؟ المينيم دي اللي هي الوحده بتاعت الفوليوم، قلنا عليها اقل وحده في الابوثيكاري سيستم، بتساوي 16.23 مينيم. عندي ال1 مينيم، ال1 مينيم وبرمز لها المينيم بالرمز دوت، بتساوي 0.06 ملليلتر. 0.06 ملليلتر. ال1 ملليلتر بيساوي 16.23 مينيم، سوري بيساوي 16.23 مينيم. اوكي، طيب لو انا عندي مثلا الفلويد اونس، ال1 فلويد اونس بيساوي ايه؟ بيساوي 29.57 ملليلتر. احنا دايما عارفين في الفارماسي براكتس ان الفلويد اونس هي عباره عن 30 ملليلتر، احنا بنقرب الرقم دوت، لكن هي الرقم الصحيح 29.57 ملليلتر، دي الفلويد اونس. طيب لو انا جيت قلت انا عايز، لا انا عايز ال1 فلويد ضخم. ال1 فلويد ضخم احنا قلنا اللي هي 1 زي كده، او شرطه الزي شرطه واحده، بتساوي قد ايه؟ بتساوي 3.69 ملليلتر. تمام، طيب اما ال1 بنت بتساوي قد ايه؟ احنا فاكرين قلنا ايه البنت دي واحده من وحدات قياس الفوليوم برضو. ال1 بنت دي بتساوي 473 ملليلتر. طب ال1 جالون، ال1 جالون بيساوي 3785 ملليلتر.
طيب حاجة تانية مهمة، ال1 جالون بيساوي ايه؟ ال1 جالون انا اعرف مثلا من التحويلات ان ال1 جالون فور اكزامبل بيساوي 4 كوارت. تمام. طيب ال1 كوارت بيساوي ايه؟ بيساوي 2 بنت، يعني 2 في 4 بقى عشان نطلعه بالبنت. طيب بيساوي قد ايه فلويد اونس؟ ال1 بنت بيساوي 16 فلويد اونس، يبقى 2 في 4. عايز استبدل البنت دي يبقى احط 16 فلويد اونس. يبقى انا مثلا عندي فور اكزامبل ال1 جالون بيساوي 128 فلويد اونس. طب الفلويد اونس مش انا عرفت انها بتساوي 29.57 ملليلتر، يبقى هضرب ال 128 في 29.57 ملليلتر هيطلع لي بتساوي 3785 ملليلتر. يبقى دي كده تعتبر ايه؟ ال1 جالون بيساوي 3785 ملليلتر. اوكي. طيب لو انا جيت مثلا بتكلم على الحاجات اللي موجوده في الامثله برضو من الافورت بوا سيستم، فانا عندي فور اكزامبل ال1 جرام بيساوي سوري هنا ال1 جرام بيساوي قد ايه جرين؟ بيساوي 15.432 جرين. طيب ال1 جرين نفسها بتساوي قد ايه جرام؟ قلنا بتساوي 0.065 جرام او 65 ملي جرام. طبعا 65 ليه؟ لان الرقم ده عشان احوله لملي جرام فانا بضرب فيه 1000 فيديني 65 ملي جرام. كلام جميل جدا. طيب لو انا عايز اعرف، احنا اتكلمنا قبل كده قلنا ال1 باوند افوار دي بوا بيختلف على ال1 باوند ابوثيكري لو انا عايز احوله للايه؟ لجرامز. فال1 باوند افوار دي بوا بيساوي 454 جرام، بينما في الابوثيكري بيساوي 373 جرام. طيب تعالوا ناخد هنا حاجة ايه ظريفة شوية. لو انا عايز احول اعرف ال1 باوند افوار دي بوا بيساوي كام باوند ابوثيكري، يعني احول بين الايه التو سيستمز دول. فخلونا نعملها هنا. اوكي، انا عندي طريقتين للحل يا شباب، طريقتين. اول طريقه ان انا هقول انت عايز ايه؟ انا عايز دلوقتي ال1 باوند افوار دي بوا، خلينا نرمز لها اي في. عايز اعرف بيساوي كام من ال1 باوند ابوثيكري. طيب انا هنا بقول انا عندي ال1 باوند ابوثيكري سيستم بيساوي 5760 جرين. اوكي. طيب انا عندي ال1 باوند من الافوار دي بوا عارف ان هو بيساوي 7000 جرين. حلو كده. طيب لو انا قسمت ال 7000 جرين دول على 5760 جرين اللي هي تعتبر الوحده بتاعه الابوثيكري سيستم اللي هي بتساوي 1.215 باوند ابوثيكري سيستم. يبقى انا كده عملتها ايه؟ عملتها ان انا عرفت الابوثيكري دي 5760 جرام، خلاص اقسم عليها 7000 اللي هم بتوع الباوند اللي هم افورد بوا سيستم. طب هل ممكن اعملها بطريقه الدايمنشن اناليسيس؟ احنا كنا خدنا الطريقه دي قبل كده وقلنا ان الطريقه دي ظريفه جدا في حته ان انا اما بختصر الوحدات مع بعض الناتج اللي بيطلع لي بالوحده اللي انا عايزها. فخلونا نشوف ايه ممكن نعملها ازاي. يبقى هنا بقول ال1 باوند افوار دي بوا، خلاص انا عايز اعمل بقى الكونفرجن فاكتور، عايز ان انا اضربه في الكونفرجن فاكتور يحوله لي لجرين. فانا قلت ايه؟ قلت ان الجرين انا عارف ان ال1 باوند افوار دي بوا بيساوي 7000 جرين. الجرين بقى احطها فوق ولا احطها تحت؟ هحطها فوق. ليه؟ عشان لما اختصر الافوار دي بوا مع الافوار دي بوا من الكونفرجن فاكتور يتفضل لي بس الجرين. يعني خلونا كده نقول هنا ادي الكونفرجن فاكتور بتاعي ال1 باوند افوار دي بوا بيساوي 7000 جرين، فانا بحط الجرين فوق اهو. اما اجي اختصر هنا لو انا هقف لغايه الخطوه ديت فاليونت دي راحت مع اليونت ديت، خليني اعملها بلون مختلف كده وليكن الاحمر. اليونت دي راحت مع اليونت دي، هيتفضل عندي الايه ال 7000 جرين، وهو ده اللي انا ايه عايزه. بس انا مش عايز لغايه هنا، لان عايز اعرف 7000 جرين دول امشي معاهم في الكونفرجن لغايه لما احوله بيساوي كام باوند من الابوثيكري سيستم. فهقول ايه؟ هكمل. هقول بقى ان انا عايز الكونفرجن فاكتور الثاني كل واحد ابوثيكري 1 باوند ابوثيكري سيستم بيساوي قد ايه جرين.
فانا عندي ان ال1 باوند ابوثيكري سيستم انا عارف انه بيساوي 5760 جرين. طيب احط الكونفرجن فاكتور للابوثيكري سيستم اليونت بتاعته ال1 باوند، الباوند احطه فوق ولا احطه تحت؟ والجرين نفس الكلام، احطها فوق ولا احطها تحت؟ على حسب بقى، مش انت عايز الجرين تروح مع الجرين يبقى الجرين هتحط تحت. يبقى انا عندي 5760 جرين دي بتكافئ 1 باوند من الابوثيكري سيستم. اما اجي اختصر كده او نعمل الاختصار بتاعنا، الجرين بتروح مع الجرين والباوند اوريدي افوار دي بوا راحت مع الباوند افوار دي بوا. هقسم بقى القيمه 7000 على 5760 والناتج اللي هيطلع لي في الاخر هيطلع اليونت بتاعته ايه؟ ابوثيكري، الباوند ابوثيكري سيستم. يبقى هيطلع بيساوي 1.215 باوند من الابوثيكري سيستم. خلاص، يبقى دي طريقه الايه؟ ان انا بحل الحاجه بالدايمنشنال اناليسيز. ميزه الدايمنشنال اناليسيز انها بتتعمل على خطوه واحده، كل اليونتس بحطها مع بعض، وبضمن توزيعة اليونت بالطريقه دي. بعرف اختصر ازاي، اقسم ولا اطرح ولا اقسم ولا اضرب، اخلي اليونت دي فوق ولا تحت، فدي ما بتعمليش ايه لخبطه شويه. بالمثال مثلا خلينا ناخد اكزامبل هنا. مثال مثلا هنا تاني بيقول في تيومر، التيومر ده الميجر بتاعته 6.35 مليمتر. تمام، هو عايز يعبر عن التيومر دوت بالايه؟ بالانش. how much inches. تمام. طيب انا عايز ادي 6.35 مليمتر بتساوي ايه؟ بتساوي ال 6.35 مليمتر دول الاول عايز احولها لايه؟ عايز احولها لسنتيمتر. فهقول ايه؟ انا عندي الكونفرجن فاكتور الاولاني ان السنتيمتر الواحد بيساوي 10 مليمتر، فهحط ال1 سنتيمتر فوق اهو بيساوي 10 مليمتر. يبقى كاني قسمت ده على 10 مليمتر عشان اللي هيطلع هيديني ايه بالسنتيمتر. طيب انا عارف ان ال1 انش ده برضو من الكونفرجنز اللي كانت موجوده في الجدول، ال1 انش بيساوي 2.54 سنتيمتر. حلو كده. طيب الكونفرجن فاكتور ده هحطه ازاي؟ هقول ان ال1 انش اهو، هحط الانش طبعا فوق، وال 2.54 سنتيمتر تحط تحت، عشان لما اجي اختصر الوحدات ادي المليمتر راح مع المليمتر، السنتيمتر راح مع السنتيمتر، يبقى اللي هيطلع لي 6.35 over 10 multiply by 2.54 واللي هيطلع لي بالايه؟ بالانشز. تمام، الرقم اللي هيطلع هنا المفروض 0.25 انشز. يبقى دي كده ايه طريقه الحل برضو باستخدام الدايمنشنال اناليسيس. طيب لو جه هنا في مساله ثانيه قام جه قال لي ايه؟ قال لي how many milliliters موجوده او equivalent ل 8 fluid ounce of a cough syrup. انا عندي ال 8 fluid ounce 8 fluid ounce of a cough syrup. هو عايز يعرف فيهم كام مليلتر. طب انا عارف ان ال1 fluid ounce بيساوي كام؟ بيساوي 29.57. يبقى simply انا بضرب الرقم ده في 8 هيطلع لي الناتج بتاعي 236.56 ملي لتر. تمام كده. يبقى انا كده خلصت الجزء ده. التحويلات سهله جدا يا شباب، هي مجرد انت بس بتحفظ الجدول، بيتعبك شويه في حفظه في الاول، بس مجرد ان خلاص اصبح في دماغك تحول لاي حاجه، من اي حاجه لاي حاجه، انت خلاص عرفت الايه التحويلات بتتم ازاي. very simple very straight forward. طيب تعالوا ناخد حاجه ظريفه بقى جدا، هي الايه توبيك برضو جديد عشان نقفل موضوع ان انا اعرف اقرا بريسكريبشن. انا كده بعرف ان انا اتعامل مع اليونتس المختلفه ايا كان اليونت اللي هيحطها لي في البريسكريبشن او في التركيبه او كده، او ان انا بقى محتاج اتعامل مع الرومان نمبرز، لان الرومان نمبرز من الحاجات برضو اللي بتستخدم كتير. الرومان نمبرز الارقام الرومانيه خلينا كده ناخدها بايه بشكل مبسط ونعرف نتعامل معاها ازاي. دلوقتي لو انا بقول مثلا رقم واحد، رقم واحد ده اللي هو اي، اي دي معناها رقم واحد. طب لو 2 اي رقم 2، طب لو 3 اي يبقى بتساوي 3. كلام جميل. طيب الرقم احيانا بيبقى مركب من حاجتين، يعني مثلا فور اكزامبل في دي ترمز للرقم ايه 5، اكس سوري
x هي رقم 10، l 50، c اللي هو 100، d 500، m 1000. تمام؟ يبقى كده دي الارقام اللي هي الايه الاساسيه، 5 10 50 100 500 1000. حلو كده. الخمسه دي لو جاء قبلها رقم اصغر منها بيتطرح منها، طب لو جاء بعدها رقم اصغر منها بيتضاف عليها. اكزامبل، لو انا قلت مثلا اي في، فانا عندي الرقم الكبير ايه 5 وقبليه رقم اصغر يتطرح منه، يبقى ده 4. طيب لو انا عندي في بعديها رقم، الرقم اللي بعده اصغر منه يبقى يتضاف عليه، فانا عندي في بعديها اي يبقى ايه 6، لان دي 5 وجنبيها 1 يبقى 6. طب لو في دبل اي تبقى ايه 7. طب لو في تريبل اي يبقى كام 5 و3 يبقى 8. طيب الاكس احنا قلنا عباره عن ايه 10. طب لو اكس وقبليها اي، يعني اكس قبليها اي، الاي دي تطرح منها، يعني 10 ناقص 1 تساوي كام 9. طيب لو انا قلت اكس جنبه ايه 2 اي يبقى كام 12. طيب خلينا نقول مثلا ايه ال50 دي مثلا ال، لو بعديها اكس يبقى 50 وجنبيها اكس، الاكس دي اللي هي ايه 10، رقم اصغر منه جه بعديه بيتضاف عليه يبقى تصبح كام 60. طيب لو ال وقبليها اكس ما تبقاش اكس لارج، هتبقى ايه الاكس دي 10 ودي 50، يبقى ال10 اتطرح من 50 يطلع كام 40. حلو قوي. يبقى ده كده ايه انا بعرف كده اتعامل مع الايه مع الارقام. طب نفس الكلام السي دي مثلا بعديها 2 اي، السي دي معناها ايه 100 وبعديها 2 اي 2 يبقى كام يبقى 102. طيب السي دي مثلا نقول قبليها مثلا ايه اكس، يعني معناها 100 وقبليها اكس اللي هي كام 10 وجايه قبليها يبقى تطرح منها يبقى كام 90، وهكذا. يبقى دي طريقة التعامل مع الارقام اللاتينية الرومان نمبرز. تعال بقى ناخد ايه حاجات يعني مور سوفيستيكيتد شوية عشان نعرف ازاي نقراها. لان انا دايما لما يكون عندي رقم رومان نمبرز او ارقام لاتينية كبيرة شوية، امشي من الشمال سوري من اليمين للشمال، هنمشي من اليمين للشمال وهنعرف ازاي بنعمل انتربريتيشن او ترجمة للارقام ديت. وهي الحقيقة ايه يعني اكسرسايز لطيف جدا يعني. طيب احنا خدنا الحاجات السهله، تعال نبدا ناخد في حاجات ايه مور كومبليكيتد شويه. فلو انا خدت الاكزامبل مثلا ان انا قلت اكس اي في، تمام، انا عايز اشوف الرقم دوت في دوت عباره عن ايه 5 قبليه رقم اصغر منه صح، احنا قلنا هيعمل ايه هيتطرح منه يبقى ده 4. بعد كده لقيت رقم اكبر منه، خلاص يبقى الفور ده كله اللي انا وصلت له هيتضاف بقى على الايه على الاكبر منه. انا عندي اكس 10 و10 يعني كام 20، يتضاف عليهم الاربعه يبقى كام 24. يبقى انا كده اكس اي في. طيب لو جينا ناخد مثلا مثال اكس اي في، حلو كده، هنمشي بنفس الايه المثال. الفي اللي هي 5 اللي قبليها ايه اي اصغر منها يتطرح منها يصبح كام 4. اللي بعد الاربعه كام اكس اكبر منها يبقى الاربعه هتتضاف عليه يبقى هيبقى 14. يبقى انا كده ده اصبح 14. طيب بعد كده لقيت ال اللي هي كام 50 و14 64، يبقى الرقم ده كله بيساوي 64. تعالوا ناخد المثال اللي بعديه. المثال اللي بعديه بيقول لك ايه سي دي اكس ال، تمام حلو قوي. طيب ال ديت عباره عن ايه ال ديت عباره عن 50 صح، قبليها ايه 10 اصغر منها يبقى هيتطرح منها يبقى 50 ناقص 10 كام 40، يبقى نشيل دول ونحط 40. بعد كده لقيت دي اللي هي ايه لو تفتكروا قلناها الدي اللي هي 500، تمام يبقى 540 اهي. طيب لقيت ايه لان ال 40 هتضاف على الرقم اللي اكبر منها 540. لقيت هنا ايه سي اللي هي كام 100 اقل، يبقى السي دي هتطرح من ال 540 هيطلع ايه 440 في النهايه. تمام يبقى كده ده ايه 440.
طيب تعالوا ناخد مثال معقد شوية. لو انا عندي LXXXIV، تمام، ناخدها برضو من الشمال لليمين، من اليمين للشمال، سوري. ال V5I يبقى 4، تمام. وبعدين عندي XXX 30، يبقى مع الأربعة يبقى 34، تمام. بعد كده لقيت ايه L اللي هي 50. 50 يعني رقم أكبر، فبالتالي ده هيتضاف عليه، يبقى 34 دوت يتضاف على ال 50 يطلع كام؟ 84. طيب more complicated example برضو، C M X C I X. برضو خلينا نمشي من اليمين للشمال. الاكس دي عبارة عن ايه؟ 10. 10 نقص منها واحد يبقى 9، يبقى كده شلت الاثنين دول مع بعض. لقيت قابلني ايه؟ سي. السي دي قلنا ان هي عبارة عن ايه؟ 100 اكبر، يبقى هضيف ال 9 عليها تبقى 109. لقيت بعديها ايه؟ اكس اقل. الاكس دي 10، هنشيلها من 109 يبقى كام؟ 99. طيب بعد كده لقيت 1000 اكبر، هضيف عليها 99 يبقى 1099. طيب بعد كده لقيت ايه؟ 100 اقل، يبقى هطرحها من ال 1099 هتطلع 999. يبقى الرقم ده كله اصبح في النهايه 999. يبقى دي طريقه حل اي رقم رومان نمبر، بقراه من اليمين للشمال وافضل ماشي. والله لقيت الرقم اللي انا طلعته ده اللي بعديه اقل منه بطرحه، اللي بعديه اكبر منه اضيفه على اللي بعديه. يبقى هي دي الطريقه اللي احنا ايه نتعامل بيها. تعال ناخد اكزامبل برضو ايه نختم بيه. انا عندي ام دي سي ال اكس في اي، حاجه كده ايه لطيفه جدا يعني، تمام. طيب لو انا هبدا، انا عندي اي اللي هي ايه؟ واحد. بعديه ايه؟ في رقم اكبر منه، يبقى هيتضاف عليه اصبح 6، يبقى الاثنين دول 6. لقيت بعديه ايه؟ اكس 10 يتضافوا عليه يبقى 16. بعد كده ال اللي هو كام؟ 50. 50 و16 يبقى كام؟ 66. حلو. بعد كده لقيت ايه؟ سي اللي هي كام؟ سي قلنا 100 يبقى 166. عمال اضيف. لقيت دي اللي هي كام؟ 500 و166 يبقى 666، خليها 666. بعدين لقيت ام اللي هي كام؟ 1000 يبقى 1666. يبقى ايه الموضوع؟ very simple very straightforward، بمشي بالطريقه ديت. دي طريقه التعامل مع الارقام الرومانيه. هناخد مثالين نختم بيهم النهارده ان شاء الله، والمره الجايه ان شاء الله هندخل على التمبريتشر، ازاي انا بحول الكونفرجن ما بين الفahrenheit والسيليزيوس، ونحل براكتيكال اكزامبل او نحل مسائل مع بعض. طيب اول حاجه بيقول لي عندك prescription calls for 2 دبل اي، بقى احنا قلنا معناه ايه؟ معناه 2 وال1 دي ضخم، يبقى 2 ضخم من الايه؟ الكالسيوم كربونات. عايز يحول الكميه دي لايه؟ لجرامز. طيب انا عندي 2 ضخم دول معناهم ايه؟ 2 زي اللي هي 2 ضخم، يعني انا عندي ال1 ضخم بيساوي ايه؟ بيساوي 60 جرين. فيبقى عندي 2 في 60 بيساوي 120 جرين. طيب ال1 جرين، مش انا عارف ان ال1 جرين بتساوي 0.065 جرام، يبقى هضرب الرقم ده في 0.065 جرام هيطلع لي بيساوي 7.8 جرام. سو سيمبل. طيب المثال الثاني ناخده بسرعه. هو بيقول لي انت عندك لو دوز اسبرين تابلت، اللي هي الاسبرين منخفضه الجرعه اللي هي 81 مللي جرام. فهو عايز ال 81 مللي جرام دول حولهم الى كام جرين؟ كام جرين؟ فانا عارف ان ال1 جرين بتساوي 65 مللي جرام. يبقى سيمبلي انا بحول هنا من الصغير للكبير، فهعمل ايه؟ هقسم. يبقى ال 81 مللي جرام على 65 مللي جرام هيطلع لي 1.25 جرين. او ان انت عايز تعملها بطريقه الكروس، فانا عندي اللي هي ال1 جرين بتساوي 65 مللي جرام، يبقى 81 مللي جرام بتساوي اكس جرين. يبقى بعمل ايه؟ طرفين في وسطين، يطلع الاكس بتساوي ال 81 في 1 على 65. هي عايز تعملها بالدايمنشن اناليسيز،
نفس الكلام. انا بكرر الكلام ده كل مره ليه؟ عشان يثبت في ذهنك الثلاث طرق للحل، تبقى عارف تحل بدي وبدي وبدي. انا عايز ال 81 مللي جرام بتساوي 81 مللي جرام، وهحط الكونفرجن فاكتور بتاعي. الكونفرجن فاكتور بيقول ايه؟ بيقول ان كل 1 جرين بتساوي 65 مللي جرام. الجرين احطها فين؟ احطها فوق، لان انا عايز اوصل في النهايه للجرين بتساوي 65 مللي جرام. الملي جرام هيروح مع الملي جرام، يبقى هقسم ال 81 على ال 65 هيديني 1.25 جرين. عشان ما اطولش عليكم نكتفي بالقدر ده في الليكتشر ديت. الليكتشر الجايه زي ما قلنا ان شاء الله نبتديها بالكونفرجن ما بين السيليزيوس والفahrenheit، ونتدرب على حل مسائل مع بعض ان شاء الله. كل بروبلم سولفنج ليكتشر انا بسيب لكم المسائل الموجوده از وورد فايل، بحط لكم اللينك بتاعها تقدر تعملها داونلود، وهعلمك على المسائل اللي انا حليتها معاك في الليكتشر عشان ما تحلهاش تاني مره، وتحل المسائل التانية. يعني هعمل لها هايلايت بالاصفر مثلا ولا حاجه، وتحل المسائل التانية تدرب نفسك عليها. لو في اي صعوبه وقفت معاك او كده اكتب لي كومنت، قول لي المساله رقم كذا كذا مش عارف احلها وبتاع، ممكن ابعت لك التوضيح او ابعت لك الاجابه اكتبها لك اما في الكومنت او ناخدها معانا في الليكشر اللي بعديها. شكرا ليكم واشوفكم في الليكشر الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.